كابتن لاعب راشد الرهيب. راشد في آخر مباراة في دوري زين المحترفين، الأحداث اللي صاحبت المباراة في النهاية، الكل تحدث على أنه الشرارة انطلقت من راشد الرهيب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اللي صار في مباراة الهلال يعني احتكاك عادي، وانا عطلت هجمة، مو انا قصدي اي شيء ثاني. وحنا يعني انا والكابتن ياسر يعني بيننا احترام كبير وتقدير، وطبعا الكابتن ياسر لاعب كبير والكل يحترمه والكل يقدره، بس هو مسألة تعطيل الهجمة بس، يعني ان انا التحمت فيه عشان انا مسكت انا عشان اعطل الهجمة، لان هي كانت هجمة مرتدة. بس هذا اللي صار يعني. وانا يعني بالعكس هذه يعني الحركات ما تصير في الملاعب عندنا، واحنا كبيرين عن هالاشياء هذه. وانا اللي سويته يعني اني عطلت هجمه بس. يعني ايش تقصد بالحركات؟ البعض تحدث انه حركة لا اخلاقية من راشد الرهيب. لا بالعكس، يعني الناس كلها عارفه راشد، يعني راشد شخص هادي ومحترم. يعني بيني وبين لاعبي الانديه الثانيه علاقات كويسه الحمد لله. طبعا زي ما قلت لك يعني الحركات هذه احنا كبيرين عنها يعني. فانا اللي سويته بس اني مسكته عشان تعطي الهجمه بس. راشد يعني بعضهم يمكن ربطها، يعني ممكن يطرح تساؤل، ايش تفسر ردة فعل ياسر بهالشكل، ردة فعل ياسر قحطاني الغريبة حتى بعد انتهاء الكرة، يعني بعد توقف؟ هو ممكن عشان هم كانوا مهزومين يعني، وشويه تعرف الاتحاد والهلال كلاسيكو، يعني الواحد يبغى يفوز، فممكن ردة فعله يعني ممكن من الشد المسك، ممكن كانت ردة فعله انه يمد يده وكذا. بس بالعكس زي ما قلت لك من الاول اني انا بيني وبين الكابتن ياسر بالعكس حب واحترام وتقدير. ما حصل اي شيء بعد الحركة في التشابك اللي صار بين بعض اللاعبين بالنسبة لك انت راشد؟ لا 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 لا، انا بالعكس ما صار بيني وبين شيء. وبعد المباراة جيت وكلمت ياسر ويعني وحضرنا بعض وعادي، يعني احنا عارفين بعض يعني. بيني وبين ياسر احترام وتقدير قلت لك. طبعا قبل الحديث بس أذكر السادة المشاهدين للمشاركة في الحوار حول ما يدور في خط الستة وأي مواضيع أخرى. يعني ادخلوا على موقعنا www.super.ae. وبالمناسبة سوبر انضم لفريق إعلامي كبير على مستوى الوطن العربي، خاصة يعني في كل الدول العربية وفي دول الخليج، السعودية والإمارات وقطر، وهذا بالتحديد. عموما يعني تابعونا على www.super.ae. خلونا ناخذ آرائكم ونقاشكم يعني بشكل مفتوح. صالح كان لك حديث عن ما قاله الرهيب. أنا عجبني في النهاية أنهم تصالحوا الاثنين. حقيقة ربما أنه كلام راشد وأنهم تصالحوا بعد المباراة. أنا الآن أذهب كثير مع ما قاله راشد، أنه كان في هجمة مرتدة وكان يريد أن يعيقه. ربما الخطأ اللي ارتكبه الحكم أنه كان من المفترض يحسب على طول فاول وينذر راشد. ليه؟ لأنه كان في مسك وسحب لمنعه. لو أجرى الحكم هذه كان ربما ما حدث كل شيء. جت ردة فعل ياسر أنا أعتقد بسبب أنه الفاول لي فيروح للآخر. واحد قاعد يعيقني من هجمة يروح للآخر، فجت ردة الفعل وصار الدفع هذا. ثم فيما بعد حدث زي ما يحدث في كل مباريات العالم، نشاهد هذا التدافع. محمد نور جاء دفع الثاني، نعم. نشاهدها. الكارثة فين واقفة أبو زايد؟ الكارثة واقفة أيضا مرة أخرى عند الإعلام. أغلب الإعلام حولها إلى قضية كبيرة، إلى كارثة، إلى قضية أخلاقية، إلى قضية مصارعة. حولوا رادوي إلى مصارع، مع أنه محمد نور دف ورادوي دف. يعني كرة قدم، لعبة رجال. يا أبو زايد أنا أقول إنه ما كان في داعي أصلا راشد الرهيب صراحة إنه يوضح وجهة النظر هذه، لولا بعض الاتهامات الغريبة اللي طالته صراحة. وأنا بكل أمانة أقول اللي فسروا قضية راشد الرهيب بأنها حركة غير أخلاقية عليهم ألا يتابعوا مباريات كرة القدم، لأنه أكاد أجزم أنها تحدث في كل مباراة.
واعتقد انهم لو شافوا مصارعه رومانيه او جودو لا رومانية. اعتقد انهم يعتبروها تحرش جنسي. مصارعة رومانية. شيء عجيب. غريب هي قضية قلت لك ابو زايد، القضية قضية اعلامية. يفكر بعقليته بالضبط. لا ابو زايد هذا الصراع اللي انا ممكن اسميه لا اخلاقي في الاعلام اللي قاعد ياثر على الجماهير. هذا نفس منطق الهلاليين، نفس منطق اللي طلعوا الان وتكلموا وقالوا اذا لم تكن معي فانت ضدي. يعني شلون اللي يفسر نفس عقليته؟ شلون؟ لا بس في كل مباريات كرة القدم تحدث. هذه لقطة ممكن احنا 5 نشوفها، انا اقول انها كذا وواحد ثاني يقول ابو سليمان دخل في نفسية اللاعب، دخل في نفسية اللاعب. هذه لقطة وقعت قدام يا رجل في كل مباريات كرة القدم تحدث. من حقي بدون ما تصادوا رايي ولا انكم تزعموا اني مريض ولا كذا ولا كذا، من حقي اني اقول رايي. اقول شو قلت في رايك؟ انا قلت الحلقة اللي راحت ولا زلت مصر، اللقطة اللي شفتها الآن لقطة لا أخلاقية. طيب أنت قلت هذه الكلمة لحظة وأنا اللي قلت الآن أن يعني الناس تفكر بهذا التفكير. أنا ما شاهدت الحلقة، أنا كنت مسافر يا أبو سليمان، أنا كنت مسافر ولا أدري أنك أنت قلت هذه الكلمة. يعني وش تغير؟ وش اللي تغير؟ لا أنا هذه قناعاتك، سواء اللي قالها كويس ولا اللي قالها أبو زايد بتجاملني يعني. لا ما بيجاملك، أنا بقول لك حاجة. لحظة خليني أرد على أبو سليمان. يعني الآن تتوقع أن لاعب محترف، لاعب بالناس عرف، يمسك لاعب اخر يكون يعيقه بحركه لا اخلاقيه؟ ابو زايد انا بتكلم عن الموضوع هذا. انا اقبل ان تطرح هذه اللقطه، تطرح. اقبل رايي انه يقول والله لم يعيق اللاعب وانه الفاول صح له. اقبل انه احد يقول والله مفروض يحسب فاول لياسر وياخذ كرت اصفر. اقبل بكل الاراء حول هذا الواقع، لكني لا اقبل اني احفر بشخصيه الانسان هذا واحاكمه اخلاقيا. هذه انا اللي ضدها، ضد ان تحاكم احد اخلاقيا. لا بس مو من حقك تقول ما اقبل ان احد يفسر. لا انا من حقي. لا مو من حق، مو من حق اي احد. هذه مصادره. لا الجانب الاخلاقي. هذا وين الحريه؟ مصادره للراي. الحريه بعيدا عن ان تلامس اخلاق الواحد. يروح يرفع عليه، انت ما تبغى وكيله، يروح يرفع عليه في المحكمه يقول هذا لا انا بسالك سؤال. انا بسال سؤال. شخص يعني لاعب حجم ياسر القحطاني، وانا اعتقد يعني لو حس في لحظه ان هذه قضيه لا اخلاقيه بتنتهي المساله عنده. خلينا الحين الرجل اللي يسلموا على بعض وسلم عليه. القول بان ياسر القحطاني يعني غضب كل هذه الغضبه العنتريه لمجرد ان واحد منعه لا يكمل الهجمه. انا اعتقد هذا راي يا اخي راي ضايق واستفزوا نرفزوا زي ما انا اقول لك حاجه. لو هجمه مرتده لاعب يجري الكره واحد سحبها من باريتي بيتنرفز. لا في حاجه مهمه، انه الحكم حسب فاول على ياسر. يعني اللي خلى ياسر يتنرفز انه فاول لي راح له. انا اعتقد علينا في ضربات الزاويه ان نجيب فضاح عشان يشوفوا عشان تحول الى المحاكم، لانه ما يحدث ضربات الزاويه. احنا الان كمن يفسر الماء بعد الجهد بالماء. يا ابو سليمان قال رايه فيجب لنا ما نصادره. ما صادر رايه مساله انا مع عاصم اليوم. المفروض الراشد الرهيب اصلا ما يتحدث عن هذا الموضوع. هذا اللي كنت اقدر اقوله. هو بيرد عليك. جميل عموما مزيدا. انا قلت طول عمري اشكر ابو سليمان انه كان شجاع. يعني انت موافقه في الراي. يوافق لكن غير رايه. ابو زايد غيرت رايي لانه حركه غير جديره بالنقاش. لا ابو زايد كلمه حركه غير جديره. استحي اني اناقشها. استحي حتى انا ابررها. مره اخرى تغير رايك. هذا عاصم ان نبرر حركه زي دي. يا جماعه 3 مرات تغير رايك مصيبه. العدل انتهى الوقت. ابو زايد اخجل اني ابرر الموضوع بالشكل ده. اذا قبلنا انه حاكم ياسر راشد اخلاقيا، علينا ان نقبل بالاخرين يحاكمونا اخلاقيا ويقولوا عندنا جزاك الله خير. هذه من المفترض. بس اقول لك حاجه، الاخلاقي لا احد يقترب. لحظه بس في حاجه بجد الاخلاقي لا احد يقترب. خليني اوقف الان مع ابو سليمان بفكره طرت على بالي. لانه الوطنيه تشكيك بالوطنيه وتشكيك بالاخلاق. يا جماعه الخير لحظه. الحركه الاخلاقيه زيدان نطح مترازي طرد بسبب حركه لا اخلاقيه. حركه لا اخلاقيه اعتبرت، لكنها مش بالتفسير. واكد يقول لا يمكن احترم رايك، ما اتفق وياه، لي وجهه نظر اخرى. اعتقد انت حر وانا حر. اعزائي تواصلوا معنا على www.super.ae. دمتم بألف خير.